السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حلوين في فيديو جديد من قناة أكل بيتي. النهاردة هنعمل مع بعض خلطة المحشي بطريقة سهلة وبسيطة، بتمنى تعجبكم. ده كان فطار أول يوم رمضان. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف المقادير. أول حاجة معانا حلة على النار، هنضيف فيها معلقتين كبار من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة. بعد كده ممكن نضيف عليها لية خروف أو دهن عادي. انا ضفت عليها معلقة من دهن اللحمة. بعد كده معانا 4 بصلات متوسطين الحجم، عليهم حوالي 3 فصوص توم مفرومين. هنقلبهم مع بعض كويس لحد ما تدبل معانا وتاخد معانا لون ذهبي جميل. بعد كده هنضيف عصير الطماطم بتاعنا. بعد ما ضفنا عصير الطماطم بتاعنا هنسيبها تتسبك، وهنضيف البهارات بتاعتنا، معلقة كبيرة من الكمون، معلقة كبيرة من الفلفل الأسمر، معلقة كبيرة من الكزبرة، وهنضيف نص معلقة صغيرة من الشطة. بعد كده هنبدأ نضيف الملح بتاعنا، وهنقلب المكونات كلها مع بعض كويس، وهنسيبها على نار هادية لحد ما تتسبك معانا. بعد ما تتسبك الطماطم بتاعتنا هنبدأ نضيف كمية الرز اللي عندنا. المقطع ده اتحذف عندي من التصوير. وهنبدأ نضيف الخضرة بتاعتنا، وكده خلطة المحشي بتاعتنا تكون جاهزة. الخلطة دي تنفع معانا لجميع انواع المحشي. حشينا منها كوسة زي ما انتوا شايفين. بعد ما حشيناها رشيت عليها رشة ملح، وهنبدأ نشربها الشوربة بتاعتنا. بعد كده هندخلها الفرن، هنولع عليها على نار عالية لحد ما تتشرب معانا. بعد كده هنهدي النار لحد ما تستوي معانا، وبعد ما تستوي معانا هنشغل الشواية عشان تاخد معانا لون جميل. وده محشي الكرنب بتاعنا. بعد ما حشيناه هنضيف عليه رشة ملح، وهنبدأ نضيف المرقة بتاعتنا. جربوه بجد هيطلع معاكم زي السكر. نفس الحكاية هنولع عليه على نار عالية لحد ما يتشرب معانا، وهنوطي عليه كأننا بنعمل رز بالظبط. بعد كده معانا محشي ورق العنب وجماله، هنضيف عليه عصير ليمونة، وهنرش عليه برضو رشة ملح، وهنبدأ نضيف المرقة بتاعتنا، وهنولع عليه وبألف هنا وشفا ليكم. وده شكل المحشي بتاعنا بعد ما خلص. بجد كان جميل اللهم بارك. ده محشي ورق العنب. وده محشي الكرنب بتاعنا كان تحفة. جربوه بجد هيعجبكم قوي. وده شكل محشي الكوسة بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. فيديو النهاردة برعاية مطبخ ماما، بتمنى يعجبكم. بعد كده يلا بينا ندخل على طريقة عمل البط. معانا حلة على النار، هنضيف فيها معلقة من السمنة. بعد كده هننزل بالبطة بتاعتنا، تكون مغسولة ومتنضفة كويس جدا. بعد ما نزلنا بالبطة بتاعتنا هنبدأ نشوحها من جميع النواحي زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنبدأ ننزل بالبصل، وهننزل بالبهارات بتاعتنا، ورق لورا وحبهان ومستكة وقرنفل. وهنشوح المكونات كلها مع بعض كويس لحد ما تاخد معانا لون زي ما انتوا شايفين.
بعد ما شوحنا البطة بتاعتنا في معلقة سمنة هنبدأ نضيف عليها مية مغلية زي ما انتوا شايفين. بعد ما غطينا البطة بتاعتنا هنسيبها على نار هادية وهنشيل الريم اللي هيطلع على الشوربة زي ما انتوا شايفين. البطة دي خدت معانا حوالي 3 ساعات واول ما البطة بتاعتنا تدخل في السوا هنضيف عليها الملح والفلفل الاسمر. وده شكل البطة بتاعتنا بعد ما استوت، كانت زي الزبدة بجد، جربوها هتعجبكم قوي. بعد كده هندهنها بمعلقة من السمنة وهندخلها تحت الشواية تاخد معانا لون ذهبي جميل. بعد ما دخلنا البطة بتاعتنا الفرن تاخد لون هنعمل الملوخية. معانا حلة على النار هنضيف فيها كمية من شوربة البط. بعد كده هنضيف عليها الملوخية بتاعتنا لحد ما القوام بتاعها يبقى مظبوط زي ما انتوا شايفين. هنقلب الملوخية بتاعتنا كويس جدا وهنسيبها تستوى معانا على النار. بعد كده هنعمل الطشة بتاعتنا. معانا مقلاية على النار هنضيف فيها معلقة من السمنة وفصين من الثوم المفرومين، هنضيف عليهم معلقة من الكزبرة. بعد كده هنضيف الطشة بتاعتنا على الملوخية زي ما انتوا شايفين، والملوخية بتاعتنا كده بتكون خلصت. بتمنى تعجبكم. ودي كانت عزومة اول يوم رمضان، بتمنى تعجبكم. وده شكل الملوخية بتاعتنا بعد ما خلصت، كانت زي السكر. بتمنى تعجبكم. وده شكل البطة بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. اللهم بارك، كانت حلوة جدا. ممكن تحمروها تحت الشواية في الفرن او ممكن تحمروها في الزيت، اي حاجة تفضلوها. وده كان فطار اول يوم رمضان. بتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك، ولو اول مرة تشوفوني تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.